السلام عليكم. النهارده بقى عملت لكم 40 رغيف بكيلو دقيق واحد، 40 رغيف من اللي هم بنفس الحجم اللي احنا بنشتريه من بره ويمكن اكبر كمان، زي ما عملت لكم قبل كده 75 رغيف من العيش الصغنن دوت لما استفزونا بقى باسعارهم اياها. النهارده برضو بيستفزونا اكتر وبيغلوا اكتر. طب احنا هنعمله احلى وبجوده اعلى ومن غير قشطه ولا اي حاجه. ويلا بقى، اول حاجه جبت كيلو دقيق. الدقيق ده لجميع الاستخدامات وده شيء مهم جدا، والدقيق ده تقريبا من ارخص انواع الدقيق اللي موجود في السوق. وبعد كده شلت منه كوبايه الا ربع دقيقه على جنب، علشان الميه لو زادت مننا شويه نقدر ناخد من شويه اللي احنا ركناهم على جنب، والعجينه ما تبقاش باظت ان شاء الله. بعد كده هحط بقى عليهم نص معلقه من الملح واقلب كويس قوي. بس يا جماعه، اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي، انا اسماء بحيري، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان اي وصفه جديده ان شاء الله انزلها يجي لكم اشعار بيها. الخميره بتاعتكم بقى لو انتم مستخدمينها قبل كده وهي ناجحه، مثلا جربتوها في بيتزا او في عيش او حاجه، اشتغلوا بيها على طول على الدقيق. لكن لو انتم خايفين منها تجيبوا نص كوبايه من الميه الفتره، وميه فتره يا جماعه مش سخنه عشان ما تموتش الخميره. وتحطوا معلقه ونص من الخميره الفوريه ومعلقه سكر وتقلبوها كويس وتسيبوها على جنب حوالي 3 4 دقائق. بعد كده بقى هنرجع للدقيق، هحط عليه معلقتين زيت زيتون او اي نوع من الزيت مش مشكله يعني. المهم ان انتوا تحطوا معلقتين زيت بس عشان العيش يبقى طري. بعد كده هشوف الخميره لقيتها فورت اهي او هتفور، خلاص تبقى كده ناجحه وزي الفل. هحطها على الدقيق وهملى بقى الكوبايه دي مطرحها ميه فتره، واحط نصها الاول واقلب. لو حسيت ان الدقيق محتاج تاني، هو فعلا محتاج، هحط الكوبايه كلها. يبقى احنا كده حطينا كوبايه ونص من السوائل. بعد كده بقى هقلب كويس قوي او هعجن كويس جدا. وحسيت برضو ان العجينه محتاجه تاني، هحط نص كوبايه. هو اخد مني بالظبط كوبايتين من الميه. وزي ما قلت لكم كده هقعد اعجن كتير قوي. طبعا لو عندكم عجان هيسهل عليكم الدنيا قوي، بس هنا بقى حسيت ان العجينه بتلزق قوي، فرحت حاطه شويه من الدقيق اللي انا ركناهم على جنب كده، يعني خدت حوالي معلقتين ولا حاجه. وهعجن بقى كتير قوي قوي. انا هنا قعدت اعجن مثلا لحد ما ايدي وجعتني، خدت مثلا بتاع 10 12 دقيقه. كل ما نعجن اكتر كل ما العيش يطلع طري اكتر، لحد ما اوصل كده العجينه تكون طريه قوي وفي نفس الوقت ما بتلزقش. بعد كده بقى احطها في بوله وعلى وشها مسحه زيت واغطيها واسيبها في مكان كده دافي معتم حوالي ساعه لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. هتشوفوا دلوقتي. على فكره احنا لو في الشتاء ممكن تاخد في التخمير حوالي ساعتين ولا حاجه. هنا بقى خلاص اختمرت وبقت زي الفل. شايفين الحركه اللي جايه دي؟ دي احلى حاجه بقى في العجين. يمكن بعجن علشان خاطر الحركه دي، حاجه كده مريحه للنفس بشكل غير طبيعي. بعد كده بقى هاخدها وافضي منها الهواء وابدا اقطعها. هقطعها بالحجم اللي انا بجيبه من بره. انا بصراحه شفت الرغيف بتاعهم من بره فعملت نفس المقاس. المقاس ده طلع لي بالظبط 45 كوره، وهعدهم قدامكم دلوقتي. سوري يا جماعه، طلعوا 40 كوره عجين بس طبعا كل قطعه عجين تاخدوها كده بين ايديكم وتكوروها كانها بقجه بالظبط كده. وبعدين تحاولوا تنعموها قوي وتحطوها على رشه دقيق عشان طبعا العجينه فيها سن التلزيق. وخلصوا بقى كل الكور كده وتعالوا نعد سوا. وطبعا انا مغطياهم عشان الوش ما ينشفش. ادي 5 بالعرض و7 بالطول، يبقى 5 في 7 ب35، و5 لوحدهم اهو يبقى 40. عدوا معايا تاني كمان اهو، الصوره واضحه قدامكم وعدوا براحتكم. المهم ان انا هاخد اول كوره عجين لان دي اكتر حته عجين هي ارتاحت، وهبدا بقى افردها زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم ان يعني يا ريت تجيبوا نشابه زي اللي في ايدي دي، علشان خاطر في حاجات كده ادوات في المطبخ بتبقى غاليه شويه بس بتسهل علينا حاجات كتير قوي. لو انتوا بقى من عشاق المخبوزات زيي والبيتزا والحاجات دي هتسهل عليكم الدنيا قوي. واخدت تاني قطعه عجين وهفردها وهقعد بقى كده بالترتيب. يعني اللي عملتها الاول هي اللي هفردها الاول، وبعد كده اللي بعديها واللي بعديها، دول اخر اتنين. خلاص حطيتهم بقى على فوطه زي ما انتم شايفين، وعملت راق فوق راق فوق راق. هسيبهم حوالي ربع ساعه بس كده يعني يختمروا شويه، وبعد كده هبدأ بقى أسوي على طول. هجيب بقى جريل أو طاسة أو صينية أي حاجة عندكم، وعلى نار فوق المتوسطة. أول ما تسخن قوي هحط عليها الرغيف يتشمع على كل ناحية حوالي 5 6 ثواني لحد ما يستوي يبقى قمر كده. بس هنا بقى لازم نقول شوية معلومات كده وأسرار. أول حاجة، إحنا هنشتغل في أول رغيف إحنا فردناه عشان ده بيبقى أكتر رغيف اختمر. تاني حاجة طبعا إحنا مغطيين العيش كله علشان ما يعملش وش كده وينشف. تاني حاجة بقى، واحنا بنشيله لازم نشيله بالراحة جدا، يعني لا ضفرنا مثلا يخش فيه ولا نضغط عليه او نقوم نفرغ بقى الهواء اللي احنا ما صدقنا ان هو دخل فيه ولا اي حاجة. وبعدين احطه بقى يتشمع على الناحية الاولانية حوالي كام ثانية كده، 5 6 ثواني، وعلى الناحية التانية 5 6 ثواني. ونقعد نقلب فيه كده يمين وشمال لحد ما يستوي خالص. اديني حطيت الرغيف هشمعه على الناحية الاولانية 5 6 ثواني، وهقلبه على الناحية التانية حتى لو ما انتفخش برضو 5 6 ثواني، وافضل اقلب فيه كده لحد ما يستوي. وعايزه اقول لكم برضو ان بعد كل كام رغيف كده لازم نمسح الجريل كويس قوي من بواقي اي دقيق نزلت، عشان دي بتتحرق وبتبقى ريحتها مش حلوه خالص وممكن تلزق كمان في العيش. عايزه اقول لكم ان احنا لو شلنا بس وقت التخمير اللي هو ساعه ده ما بياخدش بالظبط اكتر من نص ساعه فرد وخبز.
النُص ساعة دول كإني مثلًا رُحت المخبز وجبت العيش وجيت، وطبعًا هنا أحلى وأوفر وتحفة، بجد تقدروا تعملوه في أي وقت، وبرغم إن أنا بقى لي 10 سنين باعمل العيش في البيت، لكن برضه لازم كده كام رغيف يبوظوا مني يعني، زي المخابز إحنا ساعات بنجيب من المخابز عيش بنلاقي برضه كده في حاجات لازقة في بعضها، هاوريكم الرغيفين اللي باظوا مني، بس شايفين العيش قمّر إزاي؟ بجد والله حلو أوي يتاكل حاف، يالّا كلنا نتشجع ونعمله، ومن كتر ما إحنا هنعمله إن شاء الله هتحس إن هو بقى حاجة عادية خالص، زي ما بنعمل مثلًا شوية رز كده، بجد تحفة. هاوريكم بقى الرغيفين اللي باظوا مني، شايفين الرغيفين دول لزقوا كده وما قبّوش، بس برغم كده برضه بيتفتحوا وزي الفل يعني. يا رب تكون سهلة وتكون عجبتكم، ولو في أي حاجة قولوا لي في التعليقات بقى أنا مستنياكم. وطلب صغير بقى يا ريت بعد إذنكم كلكم تشيّروا العيش ده، كل اللي ييجي الفيديو قدامه يشيّره علشان كل الناس تعمل العيش في البيت وما تستصعبش أبدًا عمايله، بالعكس إحنا نستصعب بقى ما جايبه من المخابز أصلًا، وهنعمل أنواع كتير أوي من العيش إن شاء الله، وألف هنا وشفا وسلام عليكم.